أنا ضربت بالشبشب. أول ستاند اب كوميديان إماراتية. توجي देखा तो ये जाना सनम. أنا جملتي لا مستحيل مستحيل. تحولي قصة مؤلمة لمحتوى يرسم الضحكة. أمي جيش مصري. دخلت ماما أنا عاوزة روج. الهواء تشك تشك زخدني طخ أنا لما كنت أضرب بالشبشب كانت تطلب مني أرجع عشان تضربني مرة ثانية. شو بتحسي لسه ناقص الموضوع لتتمكن المرأة الخليجية والمرأة العربية بشكل أكبر؟ المرأة متمكنة في كل شيء. شو اللي رسخ الوعي؟ أنت قلتي أول ما بلشتي ما كان في وعي وتهاجمتي. أنا قاعدة أول واحدة قاعدة تحفر في الطريق. ليه دائما الكوميديان عنده معاناة بحياته؟ ناس تدعي أنها مرت بأشياء مؤلمة وتحاول أن هي تشد الناس لتحت. هل برأيك أنه هذا الشيء نابع أنه لقوا طوق النجاة بإني أنا ضحك الناس؟ الكوميديا أنا أقول عنها سلوك سيء بس جميل. في الآخر there is no bad advertisement. اليوم ضيفتي أول ستاند اب كوميديان إماراتية تحدت المألوف، تحدت المجتمع بدعم من المجتمع، وكانت نمبر 1 بمجالها. اليوم معنا الرائعة سلامة القبيسي، يا مرحبا بك. أو كما بيحبوكي متابعينك سمسوم. سمسوم حبيبة قلبي. حبيبتي. نورتيني. نورك حبيبتي. تسلميني يا رب حبيبتي. حابة اليوم هيك بحبش شوي مثل ما بنقول عنا بسوريا بأغوار سمسوم. يا مرحبا بك. بنعرف نحن انه الكوميديان انك تضحكي الناس شغله ما أنا سهله ابدا، انك ترسمي الضحكه تطلعيها من قلبهم ماشي سهل، ما اي حدا بيملك هاي الموهبه وهي الملكه. واكيد هذا الشيء بلش معك منذ الطفوله. يعني الطفل نحن دائما بالعائله بتلاقي في طفل بتحسيه مهضوم او بتقولي كيوت. هاي الهبه او المقدره اللي عندك من انت وصغيره اكتشفتيها او كنتي حاسه فيها ولا لا؟ لا أنا كنت حاسة فيها من عمر صغير جدا. أوكي. لأن أنا كنت تقريبا نفس الكلاون مالت الكلاس في العائلة. كان أنا دايما اللي فيني جراءة، أنا اللي أتحرك، أنا اللي أتكلم، أنا اللي أرادد. ففيني هالحس الفكاهي أنا أحسه من عمر صغير. نفس الشيء في أيام المدرسة أنا كنت جدا مشاغبة جدا. لكن كانت الشغب اللي كان فيني كان نوع من أنواع كوميديا. فكانوا يحبوني من المدرسين، يحبوني الطلاب، يحبوني كل شيء. عندي سؤال بس لو قاطعتك، أنت قلتي جرأة إيه صح؟ إيه. هل كنت تستعملي حسك الفكاهي أو لحتى توصلي رسالتك بأسلوب لطيف ولا لا هو عن جد كانت مجرد خفة دم مش مقصودة؟ تتكلمين عن طفولتي ولا تتكلمين الحين as a comedian؟ لا هلا أنا عم بحكي هذا الشيء ببلش أنت كطفلة. هل كنت يعني بدك تحكي بس خايفة تحكي إنه تتعاقبي ولا لا؟ لا ما كان عندي موضوع الخوف. يعني فهمتي شو قصدي؟ هل كنت تستعملي خفة دمك ككفر لحتى ما أتعاقب؟ خليني أقول هاي الكلمة بدون ما أتعاقب عليها. وأكيد لأن هي أصلا في النهاية الكوميديا سلاح ذو حدين. أيه؟ إذا استخدمتيه صح أنت بتطلعين بالنتيجة اللي أنت تبينها. يعني من أنت وطفلة واعية لهالنقطة لهالبوينت بالذات كنت أعرف أن ممكن في هذه اللحظة تتعاقبي. لا في وليدتها إذا قلت شيء كلمة كذي عقيتها مثلا أطلع من المشكلة اللي أنا فيها. أو مثلا كنت بتعاقبني مثلا مديرة في المدرسة، أنا كنت واصلة مرحلة الفصل. أوكي. ما أدري شو قلت لها يعني نهون عليك نحن مدري إيه عيال. يعني كان في لذاذة في الكلام وكان في يعني خفة في الموضوع خلتني ما عاقبتني يومها. طيب. ففي moments إذا اخترتيها صح طلعتي فيها شيء بديهي سريع ارتجالي حلو خفيف. أوكي. هيك كنت أطلع منها. أنا كنت أطلع منها بكثير. هلا أنا قريت وبحبشت وراكي هيك شوي وعرفت إنه ما شاء الله دارسة إعلام، أخذ جوائز بكتابة القصص القصيرة. نو لا لا والله جد لا أنا مش كاتبة قصص قصيرة. ما بعرف. أنا على ذمة جوجل، على ذمة المقابلات اللي كان مكتوبة، أنا ما شفت كمقابلة مشاهدة. تقصدين السكريبت as a content creator؟ هي أنا أكتب هي إنه كاتبة قصص قصيرة اللي هي الكونتنت وأخذ جوائز عليها. لا أنا يعني دخلت فارس المحتوى. دخلت كوميدي كونتنت كرييشن خدت فيها شهادة.
طب ما هي جوائز. شهادات. لا هذا تواضع ولا لا إنكار هذه ولا شهادات، هذه شهادات. هلا أنا صراحة جد إنه وقت قريت إنه حائزة على جوائز في مجال كتابة القصص القصيرة، هيك كان توصيفك لا. اللي قريته أنا. أوكي بنصلح ما في مشكلة. إنه يعني شوفي أنا أكتب الكونتنت مالي، وأصمم إني أنا اللي أكتب الكونتنت مالي، يعني محتواي أنا، ما حدا بيكتب لك. لا يعني حتى قريب أنا كنت مسوية دعاية حق شركة، أنا اللي كاتبة السكريبت كامل من الألف للياء. أوكي. أنا أحب لي، أنا ممكن يكون عندي هذا التالنت إني أنا أعرف أكتب، عندي خيالي واسع. أقدر أوصل لك المعلومة بطريقة أنت غير مباشرة. بقول لك إياها بس أنت بتفكرين فيها بنواحي مختلفة. أنا أسميهم layers. طب معلش كمان صلحي لي معلوماتي اللي أنا استسقيتها عنك، أنه هل كمان بلشتي من إذاعة أبو ظبي القرآن الكريم ولا لا؟ لا. معناتها هذا كله هاي يمكن سلام القبيسي، هاي واحدة ثانية. مش أنتي؟ لا. طيب لا. أوكي. أنا دخلت السوشيال ميديا أصلاً كان بالصدفة. كيف هلا أنا بعرف إنه بالحياة ما في شيء صدفة، صار عندي قناعة. احكي لي شو اللحظة كيف؟ لا بجد أنا أقول لك إياها كانت صدفة. وكان شيء وليد للحظة، يعني شيء باحت. أنا كنت في السيارة مع السواقة سايقة جنبي وقاعدة أتكلم على مسلسل سكويد جيم، فتكلمت أن إذا الإماراتيين مثلا اللي عايشين عندنا هني في الخليج إذا لعبوا اللعبة هذه كيف بيلعبونها. أوكي. وكنت فاتحة الصفحة عندي بابليك، ما في خلال ساعة وصل الفيو 9000. أنا انصدمت أن على طول الناس قامت تسوي فورورد. شو كان شعورك أنت وقت شفتي هيك؟ يعني شو حسيت سلام جوا؟ حبيت أن الناس عجبهم الكونتنت اللي أنا سويته، وهذا كان شيء فعلا عفوا. أنا كان يعني الصفحة عندي على الانستغرام كانت برايفت، كان عائلتي وأصدقائي فقط. ما أدري شو اللي خلاني أبطله يومها، وقلت خلني أشوف جرب، لأن بعد كان وقتها تو حار سكويد جيم الجزء الأول زمان، وقتها كان تو الناس كلها تتكلم عنه، فسويت هذه as a joke. يعني أنا كنت أمزح بيني وبين الكاميرا يعني. فلما لقيت الإقبالية عليه الموضوع شدني أكثر. دام أني أنا أقدر أطلع، أنا أقدر أتكلم، أنا الكاميرا حابتني، والناس قاموا يحبون شو التعليقات اللي كانت؟ أنا دائما نحن أول فيديو بننزله السوشيال ميديا أو أول ريل أو whatever على أي أبليكيشن، عشان يمكن أنا قلت لك أن it started مع الفاميلي والفريندز، فهم اللي نشروا الفيديو. أوكي. هم اللي وصلوا أظني هذا. فكانت الكومنتات عندي إيجابية. أنا ما أقول لك الحين أنا ما عندي كومنتات سلبية، لا بالعكس. أنا تجيني وايد كومنتات سلبية سيئة وهذا، لكن أنا for me في الآخر there is no bad advertisement حقي. شو ما كانوا والناس يبون يتكلمون علي أو لهم تعليق على اللي أنا أسويه وعلى الكونتنت اللي أنا أسويه، ترى هذه حريتهم الشخصية. دا منها ما توصل لمرحلة التجريح، مرحلة اللي أنا أسميها قلة الأدب. في باوندريز على كيفهم، هم حرين. أنا ما بعجب الناس كلهم. صار عندك تمييز بين التنمر أو ما بدنا نقول تنمر، خلينا نقول النقد البناء والتنمر أكيد طبعا الرقمي اللي هلأ صار. أكيد طبعا. بس أكيد. أنا بفتح بحط تعليق وبمشي خلاص. بالضبط. كيف صرتي تميزي بيناتهم؟ أعرف إذا حتى مثلا فتح لي فيديو واحد ومش شايف مثلا الستوري اللي قبلها. طب أنت مش فاهم، فأنت تعليقك جاء من شيء أنت دخلت يلا خلني بقول أي شيء. لكن اللي يقولي لا مثلا سلامة هنيها أنت كان مفروض قلتي كذا ولا أهي أخذ ماي نوتس. أكيد أكيد بالعكس. أحب النقد هذا دائما ينجح، وخصوصا من الكوميديانز اللي حوالي. أوكي. فاهمة؟ عمري ما مثلا شفت أن كوميديان قال لي مثلا نقد غيرة، بالعكس أحسه يقول لي لأنه هو شايف شيء أنا مش شايفتنه. وأنا ترى نفس الشيء، ترى أنا أنتقد غيري when it comes يعني to comedy. أنتقد إذا في شيء مثلا إذا فلان ما عجبني أقول له مثلا هاي النكتة إذا غيرتها بهاي الطريقة أو الأبروتش مالك إذا غيرتها بهذا الشكل، بالعكس ليش لا؟ ترى إحنا في الآخر نساعد بعض. أنا ما أحس، شوفي السوشيال ميديا بالنسبة لي ما في تشالنج. التشالنج أنتي نفسك شو بتسوين بنفسك. البني آدم ما يوقف التطوير عن نفسه، فكل ما أنا قاعدة أطور عن نفسي أنا بطلع بصورة أحسن. أنا مش لازم أنافس حد في الموضوع. تثبتي أنت شخصيتك بس لنفسك. لي أنا. أوكي. ترى في الآخر المرجع لي أنا.
ففي الآخر الشخص ممكن يشوف يقول تراها هي كانت قبل كذيها، غيرت من نفسها، صار أسلوبها أحسن الحين، صارت وقفتها على المسرح أكثر. يعني مثال، أنا في بداياتي لما كنت أوقف على المسرح أنا كنت وايد أتحرك. هلا قبل ما انت، يعني انا بدي اجي لهالنقطه، أوكي. انه بمجتمع محافظ بانك بالخليج اول امراه ستاند اب كوميديان، انك انت اثبتي نفسك شو اللي خلاكي تروحي لهالقرار الجريء اللي انت اخذتيه؟ وانا بعرف يعني دوله الامارات افسدتنا. طبعا افسدتنا بالدلع، يعني دلعتنا، افسدتنا، خلت ما في شيء اسمه مستحيل. عن جد نحن انا عم بحكي كوافدين. صحيح هذه البلد يعني وسامحين ما في شيء اسمه وافدين، عن جد انتوا عيال البلد. تسلمي لي حبيبتي، والله من ذوقكم وكرمكم، وانتم عن جد نحن ما بنحس حالنا غربة هون. يعني انا وقت بفتح بقول ما في مستحيل. اوكي هلا بدي انزل، بعرف اني انا إلي فرصة. أكيد. بعرف اني انا ممكن حلمي يتحقق باي لحظة، ممكن ارض الاحلام المحققة. صح، ما هي كانوا يسمونها the land of dreamers who do. صح، أرض الحالمين المنجزين. هل هذا الشيء كان داعم لإلك أنت كإماراتية وخليجية؟ طبعاً. إني أنا أوكي طبعا أنا يكون في جرأة باتخاذ أنا نفس ما قلت لي، القرار. أنا يطلع لي إني أنا أكون مثلا إماراتية وعندي شعب يدعمني، عندي جمهور حتى لو مش إماراتي يدعمني ويوقف معايا ويعطيني رأيه ويساعدني. بالعكس هذا شيء فوق الخيال. أنا very lucky إني بديت كإماراتية، مع إني أنا دائما أقول أنا إماراتية مصرية، لأني دائما أحب أعزز أهل أمي. دائما بعد لها دور كبير أمي في حياتي. أكيد. وأحس هذا الشيء ترى قربني أكثر للناس، لأن ما بس شافوني كإماراتية، شافوا إن في ميكس. الشعب المصري يعني بالضبط. خفة دمه يعني لا يعلى عليها. فبالعكس يعني، وغير أن أنت نفس ما قلتي هني هالدولة دائما تدعم. أنا أقول لك في الكلام أنا دخلت فارس المحتوى، الدولة هي اللي ودتني. دعمتك. الكوميدي كونتنت كرييترز، الدولة هي اللي دعمتني لدرجة أن هم كانوا مسكنيني في فندق. واو. يعني كل شيء كانوا موفرين لي إياه عشان أنا أعرف أنمي هاي الموهبة، تتمكني أكثر، أتمكن أكثر، أقدر أوصل. أنا دائما رسالتي في موضوع الكوميديا مش أني أكون الإماراتية الوحيدة اللي في المجال، بالعكس أنا بالنسبة لي جرأتي أن أنا دخلت هذا المجال أني أريد أفتح الباب للبنات الثانيات. أن نفس ما قلتي أنا جملتي لا مستحيل مستحيل. صح. دام أنه ما في الموضوع مستحيل، افتحي المجال لغيرك. الحين قمت أشوف في إماراتيات يطلعون عن المسرح يأدون كوميدي، وشيء يعني أكون في قمة سعادتي أن أنا شايفتنهم، لأن أنا أحس أن أنا اجتزت هالباب، فتحته. أنا ما في I didn't lead by example. وكان عندك دعم. خلينا كان عندي دعم، بس أنا لو سويت خطأ واحد أكيد كان ممكن أنا ما في حد قدامي أتعلم منه. أنا قاعدة أول واحدة قاعدة تحفر في الطريق. أوكي. على الأقل اللي جو من بعدي ممكن يشوفون أخطائي أنا يتفادونها. ضويتي لهم بالضبط. وأتمنى أن بدل ما يكون بس خط واحد يكون أفرع في الموضوع. بالعكس أتمنى أشوف الإماراتيات والمقيمات اللي عندنا في الدولة في هذا المجال. أنا دائما أقول أحب الإطار الكوميدي، الستاند اب كوميدي مالي، لأن إطاره يظل محترم. أوكي. يظل أن حتى اللي عمره 5 سنوات إذا حضر لي شيء هو فاهم أنا شو قاعدة أقول، بيضحك على شيء. اسمع لي أسألك سؤال. عمري. يعني أنا بقول إنه أنت لحتى تحولي قصة مؤلمة أو تفاصيل بالحياة مؤلمة تحوليها لمحتوى يرسم الضحكة، هالتوازن بين هذا الشيء اللي عم تعمليه وإحساسك أنت، احترامك للألم اللي مريتي فيه. أبسط لك إياها؟ إيه يا ريت. أبسط شيء. إيه. أنت الحين علاقتك مع أمك هل هي نفسها لما كنتي صغيرة؟ أكيد لا. كان في ديسيبلين، في اللي أنت خايفة من أمك، في مدري إيه. الحين الواحد لما كبر لا جراء أن أنت شو سويتي فيني؟ أنت ليش ضربتيني؟ أنت ليش؟ فصار الموقف أنا بالنسبة لي كوميدي. يعني أنا ضربت بالشبشب. أنا أمي مصرية، أمي جيش مصري. أنا ضربت بالشبشب. أنا لما كنت أضرب بالشبشب كانت تطلب مني أرجع عشان تضربني مرة ثانية. فكنت يعني الحين مثلا لما أوصل لمرحلة إن أنا قاعد معاها أقولها أنت شو حسيتي لما تضربين حد وتقولي له رجع النعال؟ كيف القوة الجبروت اللي فيك؟ فإتس فاني، مضحك الشيء. تألمت فيه. ما إحنا شوف الضرب في فرق لما أنت تضربين ضرب
تهذيبي وضرب مبرح. في فرق، هذا شتان مختلفان. الحمد لله أنا ضربت الضرب اللي بالشبشب اللي هو التهذيبي. أنا أني كنت وايد مشاغبة بزيادة. يعني إحنا ما شاء الله 8 في العائلة، ما شاء الله. أنا أكثر واحدة مشاغبة بينهم الأولاد والبنات. كنت مشاغبة وجريئة وما أخاف وأوقف وأرد وأقول وأسوي. الحين أشوف أن أيوة هم كان لهم حق أنهم يضربوني، لهم حق أن هم يهذبوني. أنا كنت بعد full of energy. أنا كانت عندي طاقة مش طبيعية أبى أطلعها، أبى أفرغها في شيء. it's funny لما أشوف أن الموضوع ما كان مستاهل. يعني أمي مسكتني ضربتني عشان قلت لها أبى روج. أوكي ليش؟ زين قولي لي الروج هذا مش حق البنات اللي في عمرك. يعني استيعابنا للألم، وعينا بالألم بالضبط. بصير مع الوقت نحن بننضج وبنعرف هذا الألم شو بنى بشخصيتنا. بالضبط ممكن بالضبط. نفس ما قلت لك بعد يسوي زي حماية شيلد لك أنت. غير كذي هالواحد لما يتكلم عن ألمه ويطلع بطريقة مضحكة، الألم بدل ما يكون هالقد هو بيتشافى أصلا. بالضبط هو بيتشافى هالقد. أنت مسكتي موضوع هالكبر مسبب لك تروما مثلا، صغرتيه بالضحك، شفتي الناس أنهم قاعدين يضحكون عليه صغير صغير، اختفى. طيب وأول وقفة على المسرح لسلامة، شو شعورك كان أنت واقفة وفي جمهور ناطر، يعني ناطر عنده هاي expectation إنه أنا هلأ جاي حد بحكيهم؟ I always meet their expectation يعني that's what you want to say. بالعكس أنا أحب وقفتي كثير على المسرح. أنا أوقف على المسرح من أيام المدرسة، من وأنا صغيرة. ما كان عندك هالرهبة؟ لا يعني. كانوا يا إما يخلوني أقدم يا إما كنت أغني. المهم كانوا يطلعوني على المسرح في المدرسة، فكنت أحب المسرح. أنا حتى كانوا أصدقائي يقولوا لي إن you are born for the stage. دائما أنت يعني سلامة مولودة للمسرح. كنت بعض الأحيان حتى لو كان في مسرحية عنا في المدرسة، أنت شوفي الجنان اللي كان فيني، مسرحية ناس قاعدة تمثل أنا أدخل بين المسرحية أركض بس عشان الناس تضحك خلاص بس خلاص. أنا أحب المسرح. أول وقفة لي على المسرح أزا مسرح كنت أسمع دقات قلبي أكثر من صوتي، مش من خوف، من كمية الفرح اللي أنا فيه. إني أنا واقفة أخيراً، سعادة، هتكلم في أشياء تضحك الناس ويضحكوا. أنا أخيراً وصلت لمرحلة إني الحين أنا أقدر أتكلم والنص اللي تكتبينه يبتدي يطلع له كاركتر، يطلع له حيوية، it becomes alive. فأنا النكت مالتي أحب إني أنا أعطيها روح. بتحفظيها ولا بيكون ارتجالي؟ على حسب. في مثلا أوقات إذا سمح الموقف إن أنا أرتجل في شيء صاير لحظي I do it. هل ممكن الارتجال عندك يتولد إنه إذا لقيتي في لحظات صمت عند الجمهور تبعك ممكن تكسري هالصمت بإني أعمل شيء حتى أكسر هالحاجز هذا اللي هي يعني مثلا بعطيك إياها مثال. ممكن إذا مثلا ما ضحكوا مثلا خذهم شوية وقت، أسوي مثلا ما استوعبته، يجيني ضحكة. مثلا تراني مواطنة، يضحكون. يعني أحاول دائما على قد ما أقدر أن أخليها بطريقة خفيفة، ما أخليهم يوصلون مرحلة أنهم مش شايفيني أن أنا مضحكة. ما صارت لي أمانة، مش قاعدة أقولها بفخر يعني، بس ما صارت لي، لأني أنا يوم أنا دارسة الكوميديا، أنا مش دخلت المجال وأنا ما أعرف شو. وين درستي؟ هني في دبي في أكاديمية اسمها دوبامدي. أوكي. تاع الفنان القدير علي السيد وحرمته مينا التشيوني، هم اللي جابوا الكوميديا للإمارات. فدرست الفن نفسه، درست يعني شو ستاند اب كوميدي، عرفت يعني شو هذا الفن. ياخذ معاك وقت، يعني انت تبتدين على المسرح ب5 دقائق لين ما تطورين من عمرك ان توصلين مثلا ساعة ساعتين، تكونين خلاص وصلتي مرحلة البروفيشناليزم، هذا اللي انت يور بروفيشنال الحين. فأول وقفة لي كانت 5 دقائق، لين ما الحمد لله وصلنا ساعة ونص. ما شاء الله. سلامة، بما أنك درستي أنت الكوميديا، في شيء مشترك بين كل الكوميديانات اللي بالعالم، سواء العالم الغربي ولا العالم العربي؟ إذا بدنا نستحضر مثلا جيم كاري، بدنا نستحضر مثلا فؤاد المهندس، بدنا نستحضر يونس شلبي، ليه دائما الكوميديان
عنده معاناة بحياته، ليه الكوميديا بتطلع من المعاناة؟ يمكن نفس ما قلت لك قبل، لأنك أنت تصغرين من المشكلة نفسها بطريقة فكاهية وأنت تعالجين نفسك فيها. يعني بتحسي هذا الشيء صح؟ بما أنك أنت درستي، بتحسي إنه عن جد إنه الناس اللي انشهرت بهالمجال؟ لا مش يعني هم هذا اللي يسمونه الستيريوتايب، أن كل كوميديان is depressed. بس لا هو مش شرط. أنا تلاقيت مع كوميديانز كثار ما مروا بظروف نفسية في حياتهم، بس اللي بالعكس. تركوا أثر. هلا إذا اللي تركوا هيك بصمة، بتحسي عن جد طلعت من المعاناة. هل أنت برأيك ما شاء الله عليكي أول ستاند اب كوميدي، هل برأيك إنه هذا الشيء نابع إنه لقوا طوق النجاة بإني أنا ضحك الناس؟ هل برأيك إنه لا، أنا بدي وصل الفكرة اللي مثل ما قلت لك أول ما حكينا، بدي وصل اللي بدي إياه بس بأسلوب لطيف مسموع؟ هو هذا يعني هذا أكثر بالنسبة لي عن أني عشان أنا كنت أعاني ولا أمر بظروف. ما في بني آدم ما يمر بظروف، أكيد. ما في بني آدم ما يحس في وقت من الأوقات أن الدنيا سودت حوالينا. ما في بني آدم ما مر بشيء نفس هذا. اللي حلو أن نحصل طريقة طلعنا من هالسواد مثلا، أو من هالشيء. يمكن أنا حصلته في الكوميديا، حصلته في الطبخ، حصلته في الكتابة، حصلته في قعدتي مع أصدقائي، حصلته وأنا رايحة الجيم. مش شرط بس في الكوميديا. أخذتي قرار بحياتك. فهو أن المشي فيها صح. هلأ بما أنك أنت ما شاء الله مثل ما عم تقولي فتحتي مجال لكتير بنات إماراتيات وخليجيات، عطيتي مثال يحتذى به بوقتنا الحالي، شو بتحسي لسه ناقص الموضوع لتتمكن المرأة الخليجية والمرأة العربية بشكل أكبر؟ يعني أنت شو بتحسي لسه بيلزم؟ المرأة متمكنة في كل شيء. يعني ما في شيء المرأة مش متمكنة فيه. السر بالنسبة لي المرأة الإماراتية لا المرأة بس بشكل عام، المرأة بشكل عام لا المرأة بشكل عام سامحيني، سواء كانت إماراتية أو غير إماراتية. أوكي. ما في شيء يوقف في طريقها. المرأة إذا بس البيئة الداعمة بتلعب كتير دور صراحة بالتمكين المرأة. يعني هلأ أنا جاية من بيئة ما لا تدعم، لا ما تدعم المرأة. أنا هلأ هون صرت مدعومة بس ببلدي على مستوى في كتير حالات إنه لا، المرأة ما أنا ممكنة. المرأة الممكنة بدها بيئة تدعمها، بدها بيئة تمكنها. يعني انت لانك انت تشوفين ان عشان المرأة الإماراتية ان تمكينها كان سهل بسبب الدعم. مش سهل ابدا، بس أو في وعي. أن لا ما كان في وعي. مين قال لك؟ انا في البداية انهاجمت كثير. منو هذه اللي واقفة على المسرح؟ هاجمتي من مين؟ من الجميع. أهلك؟ من المرأة ومن الرجل. أهلك يعني محيطك أنت؟ شوفي أهلي ما كانوا كثير متدخلين في الموضوع. كان لهم شوية bullet points I respected them. that was about شو أكتر مخاوف كانت عندهم وقت أنت فتي بهالمجال؟ يعني شو الشغلات يعني اللي وقفوا عندك؟ مثلا بالنسبة لأبويا قال لي أنا يعني I didn't raise a clown. يعني هاي كانت جملته بالنسبة لي I didn't raise a clown. فكنت أقول I'm not a clown. فاهمة؟ ما يعرفون exactly شو behind of stand up comedy. يعني أنا بالنسبة لي كانت الكوميديا أنا أقول عنها سلوك سيء بس جميل، بس حلو. له اسم كوميديا. هو سلوك. أنت كيف بتاخذينه مشاغبة، بتسوينها بطريقة حلوة، كيف أنت بتطلعين نفسك من مشاكل، كيف أنت الابروتش مالك بيكون. فبالعكس أنا كان يجيني شخص، أنا أتذكر جاني مرة شخص إماراتي وهو طالع إنه انتقدني بطريقة ما كانت يعني حلوة. كان دفش بكلامه، كان سيء بمعاملته معي. وأنا كل سؤالي كان له أنت أول مرة تحضر ستاند اب كوميدي؟ قال لي هي. قلت له ارجع البيت اكتب ستاند اب كوميدي على اليوتيوب، احضر كم من شغلة وقارن، إذا ما عيبك الموضوع ارجع لي. ثاني عرض لي هو راجع لي، هاي المرة متفاعل معانا ويتكلم ويقول ويقاطع وعاجبنا الوضع، لأنه صار عنده خلفية في الموضوع. طب شو اللي رسخ الوعي؟ انت قلتي اول ما بلشتي ما كان في وعي وتهاجمتي. برأيك شو اللي تغير؟ شو اللي لا صار في وعي، صار في دعم؟ وعي، صار في دعم. شو الأسباب اللي خلت يتجلى هذا الوعي أكتر؟
يعني انت مو مبلشه من كثير زمان صح؟ المساحه ان هم كانوا يعطونا مساحه ان احنا نسوي عروض. في البدايه ما كان في مساحه ان احنا نسوي عروض، كنا نتضارب نروح ندور وين الاماكن اللي نقدر نقدم فيها. اوكي. الحين وصلنا لمرحله لا، يتصلون فينا تعالوا قدموا معنا في هذا المكان الفلاني او على المسرح او على مدري وين، يلجؤوا لنا. صرنا احنا الانترتينرز. قبل احنا كنا ندور مكاننا، الحين مكانتنا موجوده الحمد لله. وصلنا لهاي المرحله. تتكلمين ان الحين داخلين في 12 سنه دبي كوميدي فيستيفال يسوونه. صار من 3 سنوات 4 سنوات the first إماراتي stand up comedy، طاقم كامل احنا كنا إماراتيين قدمنا stand up comedy. قد ايه هذا الشيء بيعطيكي شعور حلو انه انت تعبك اخر شيء وايمانك بشغفك وبنفسك انه انت صرتي مرجع. ووصلت مرحلة الراحة. ان انا I am laid back. اوكي. الحين صرت ما اروح اتضارب، ابى اطلع مكان عشان ارتحتي. ابرز نفسي فيه. صرت الحين انا I am picky. وين اطلع، وين اروح، وين اجي، لاني تعبت على نفسي. لاني كنت في البداية احفر، الحين خلاص وصلت المنجم، وصلت التريجر، انا هناك بس. الوالد هلا بعد ما انت الله يخلي لك يا رب، هلا بعد ما وصلتي انت لهالمكانه هي، اكيد في جلسات خاصه. نحن بنعرف كل فتاه بابيها مغرمه ومعجبه. والاب هو اول حبيب الابوي ماي هيرو، ابوي حبي الاول والاخير. احكي لي على الجلسات الخاصه هلا بعد ما صرتي سمسوم ابوي والناس تحبك. ابوي شوفي يعني واحنا نكبر يعني growing up امي اللي كانت صارمه عليكم. ابويا الحنون اللي يطبطب علينا، اللي قريب منا. ابوي وصل مرحله مش بس الثقه عنده كبيره فينا نحن كعيال. انا ما يعني I'm not excluding myself، عياله كله. واصل فينا مرحله ان احنا هو عارف هو ربه شو انتاجه هالبني ادم. ابوي تعب علينا وايد، وانا forever grateful لأبويا. ده كل شيء هو سواه في حياتي، من أول ما دخلني المدارس، من أول ما كبرني، من أول ما لين اليوم. أنا داعم لك. أبويا أكبر داعم لي. أبويا يعني أنا أقول لك أبويا is my hero. ما في هيرو من بعد أبويا. إخواني طبعا، إخواني الأولاد أموت عليهم وأعشقهم، they're also my heroes، بس they come second. أبويا number one في حياتي في هالموضوع. أبوي يثق فيني، أبوي أنا أحمل اسمه. أبوي أنا لما أوقف على المسرح أتذكره إني أنا مستحيل أسوي شيء هو مثلا يجي يتفرج عليه يقول لي didn't like it. بينتقدك؟ ولا مرة صارت، لأنه عارف إني أنا ما بوصل لهاي المرحلة. I'm calculated. أنا أعرف أنا شو أمثل. أنا مش بس أمثل أبويا في الآخر، أنا أمثل أبويا الإماراتي، أبويا ولد زايد. فأنا في الآخر هذا اللي أنا أمثله، إخواني، شعبي. أنا ما أقدر أطلع بصورة تهين أو تسيء للناس اللي دعمتني. هاي الرؤية اللي أنا عن جد هذيك مرة كنا قاعدة عم بحكي أنا ورفيقة لألي إنه رؤية الإمارات تجربتها تدرس بكل بقاع العالم، مش بس بالوطن العربي. الله يحفظك والله العظيم يعني، ومش حكي عم بحكي يعني. شايفة هاي المسؤولية بحب. أكيد هذا اللي حاملينه حتى نحن، يعني حتى نحن هاي المسؤولية بحب اللي عن جد القادة والشيوخ والحكومة اللي حملتها للناس بكل محبة بكل رحابة صدر. إنه في كتير إماراتيين عم يطلعوا يدرسوا ويبدعوا برا، بيقول لك لا أنا بدي أرجع. لو انعرض عليه أي بوزيشن بيقول لك أنا بدي أرجع أخدم البلد اللي هي عن جد وقفت معي، اللي هي دعمتني. قشعر بدني والله كلامك قشعر لي بدني. والله العظيم جد هذا الشيء يدرس، هاي الرؤية تدرس بكل بقاع العالم. وشغلة تانية أنا اللي بدي أقول لك يا إنه أنت عندك أولاد؟ لا أنا مش متزوجة. عندي كلاب والله عندي 3 كلاب بالنسبة لي هذيل العالم مالي. طب إن شاء الله هلا أنت كجيل جديد شو الشيء اللي بترؤيا اللي بتحسي إنه لا لازم نحن هلا أوكي ممكن ما عندي أولاد، عندي عيال إخواني وعيال أختي ما شاء الله أعمارهم من 28 سنة لين 2 تحت، يعني all ages. اللي ممكن أنا الرسالة اللي ممكن أوصل لهم إياها
إلهم وللجيل القادم هلا، هذا الجيل خلينا نقول ما بدنا نحكره بجنسيه معينه. اي اجين من بالنسبه لي لا، مستحيل اذا في شيء انت حابتنا انت حابنا في شغف في الموضوع، حتى لو كنت الموضوع مش مألوف للناس. نفس لما بديت انا في الكوميديا، تراي تجربه حلوه والطيبه معاها حلوه. يعني لا تخلي النقد اللي مش حلو يخلك انت بني ادم سيء، لانه تولد فيك نيجاتيفيتي، سلبيه. فكثر ما انت حملتي عن عمرك هذه السلبيه بتوصلين لمرحله ان الشيء اللي انت قاعده تحاولين تبرزين فيه تكرهينه، بينجلب ضدك. لكن طول ما انت you choose kindness، you choose ان اوكي في منظور مختلف انا اريد اوصله، انا عندي رؤيه مختلفه، كل ما انت اجديتي في هالموضوع بتوصلين. يعني انا بالنسبه لي هاي الرساله اللي ممكن اوصلها لهم. انا دائما اشجعهم على الاشياء اللي هم يحبونها لو شو ما كانت. شو النكست ستيب لسلامة هلا؟ شو الخطط اللي هلا انت حاطتها؟ انت ما شاء الله وصلتي لقلوب اغلب الناس. تسلمين. ما شاء الله بخفة دمك، بموهبتك، كمان بما انك انت اللي بتكتبي قصصك والسكريبتات تبعك. شو النكست ستيب لسلامة؟ في وايد اشياء سلامة ما بتوقف عندها. انا احب اطور دائما عن نفسي. لان البني ادم كل ما طور من نفسه كل ما وصل لمرتبة اعلى. اكيد. بالنسبة لي انا احب اللغات. انا لين اليوم احب اتعلم لغة جديدة. انا قلت لك يمكن كلابي انت اخذتيها لا انا بعرف، لان انا كتير بحب الحيوانات. انا عندي يعني حاسه فيكي، بالعكس ضحكت اني حاسه فيكي شو قصدك. انا يعني صار لهم عندي الحين فوق 7 سنوات. يعني بالنسبه لي هذيلا عالم بروحهم. شو اللي اسويه فيهم؟ انا اللي ادربهم، انا اللي اطلعهم، انا اللي احاول اعطيهم تريكس بدل ما يعني اجيب مدرب يدربهم يسوي لهم، اقضي معاهم وقت، اطور من نفسي انا عشان أنا أحب الحيوانات مثلا. أنا أعشق الجيتار. أنا معلمة نفسي الجيتار، لأن في البداية اخترت الإلكتريك جيتار، أبى أتعلم الإلكتريك جيتار. كانوا الأهل رافضين تعلمي على الجيتار الإسبانيش الإكوستيك العادي، أنا اللي ما حبيت، فما شجعوني من هاي الناحية. الحين أنا أعزف لوحدي. يعني أنت قصدك إنه أنت بتشتغلي على شخصيتك ككل، مش بس بالكوميديا، مش بس بالكارير تبعك. والحين مجال أنا متخرجة كشف، أنا دارسة طبخ. فالحين أبغى أرجع لهالمجال. يعني أنا ناوية أترك كل شيء وأركز في الطبخ. أنا حابة هالمجال. أنا فيني موهبة حلوة، إن هي مثلا أنا لو طلعت معاك مطعم وكلت أكلة أنا أرجع البيت أسويها. هي عندك شغف، شغفك فيها الخاص. فيمكن في المستقبل تشوفين شيء شبيه لذلك. أنا ممكن أدخل مجال الطبخ بالكوميديا بالإنفورميشن بكل شيء بهاي الطريقة. أنا كتير سعيدة باستضافتك حبيبتي. وبتشكرك أنه أنت كنتي أول امرأة إماراتية أنا بتشرفني وبستضيفها، وأنت ما شاء الله كنتي محققة ولهلأ محققة إنجاز. يعني ما بدي أقول عظيم، بس إنجاز عن جد يحتذى به. الله يحفظك. أنت فتحتي طريق لكتير ناس هلأ حابة هي تحقق شغفها، حابة هي تحقق حلمها، تآمن بحالها، تآمن بقدراتها. أنت خير مثال لهدول الأشخاص. تسلمين لي، هذه شهادة أنا أعتز بها. شكرا. وأنا بس بدي أسألك سؤال. أمري. شو السؤال اللي كنتي حاببتيني أسألك يا؟ أنا؟ إيه، في شي سؤال أنت كنتي حابة قلتي يعني شوف بركي بتسألني هذا السؤال محضرة إجابته ولا لا؟ You caught me off guard. دائما نحن من جوا احيانا حتى بنقعد مع اصحابنا، يعني انا وقت بشوف رفيقتي بتمنى انه يا ريت سالتني كذا، ما بكون انا مو انا اللي بدي احكي. في شي سؤال ولا لا عادي؟ قولي لي شعورك. يعني والله ممكن يكون فيه وممكن ما فيه، لاني يعني اعطيني شي ثواني. ايه خذي راحتك. ممكن شيء ممكن مش سؤال تسأليني اياه، ممكن انا شيء حابة الناس تتفهمه. قولي. لأن تكلمنا عن موضوع انت جبتي طاري الدبريشن فور كوميديانز. وصلنا مرحلة نحن نهنيها في السوشيال ميديا الحين. الناس قامت تتخلى عن موضوع الدكاترة النفسيين وينطلقوا لموضوع اللايف كوتشنج. والناس ما عندها شهادات. ناس تدعي أنها مرت بأشياء مؤلمة
وتحاول ان هي يعني تشد الانتباه، تشد الناس لتحت. يعني بدل ما الواحد يكون طالع واثق من نفسه يتكلم مع دكتور نفسي، يكون رايح يتكلم مع لايف كوتش شككت له حياته كاملة. شو بتوجهي له؟ يا ريت نؤمن بالطب، نؤمن بالدكاترة، هذيل الناس اللي يدعون انهم لهم نظرة او تجربة مروا فيها ما بتكون اعمق من دكتور دارسنها بسنين وسنين، حد موثوق به، حد الدولة ما أعطتنا هذا المجال. فأنا دائما أحب أن هاي النظرة توصل بهذا الشكل. بلاش ما نقعد بالنسبة لي أنا disagree معه كثير. فنرجع للطب أحسن من أن احنا نشوف موضوع الخزعبلات هذه. ودولة الإمارات كالعادة هي سباقة. هلأ طلعوا قرار ممنوع أي شخص يعمل ورشة ولا يعمل أي شيء بدون ما يكون هو عن جد مرجعية وعنده شهادات وإنه دارس، مثل السوشيال ميديا اللي هلأ منعوها عن الأطفال تحت سن I think 18 سنة. نعم. ممنوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فدي أتشكرك كثير من كل قلبي. لي ليال، شكرا لاستضافتك الجميلة. وأتمنى أنك كنت هيك خفيفة. بالعكس أنا مبسوطة جدا بطلع من عندك، يعني مستانسة. تكلمتي في نقاط أنا ما كررتها قبل. فهذا بالنسبة لي حلقة جدا مميزة وأنا أشكرك عليها جدا. تسلمي لي. وأنا آسفة كثير على الأشياء اللي أنا ما كانت ممكن مغلوطة أول الحلقة حكيناها. ترى التشابه أسماء، هي السوشيال ميديا يعني. ما عليك، حبيبتي. ما في مشكلة حبيبتي. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تسلمي لي يا رب. تسلمي لي.